واش الخوت، نتمنى تكونوا بخير. كنت مسركل في يوتيوب بحال هكا، بداو كيطلعوا لي بزاف فيديوهات ديال لبنانيين ديال العراقيين تيطلعوا على ماكله الهنود. وات ذا فاك برادر، ماكله الهنود اصاحبي يطلعوا عليها الناس. تخيل معايا واحد عراقي تيطلع على ماكله الهنود. هادشي اللي شفت الفيديو وقلت والله حتى ثاني وندافع على الماكله ديال الهنود، وغادي نرفع الراس ديال مليار ونص ولا ما عرفت شحال ديال الهنود، لانه مش بالضروره تدافع على الثقافه ديالك، تقدر تدافع على الثقافه ديال بلدان اخرين. المهم تكون حقاني، صراحه نقولوها هي هذيك. هادشي علاش غادي نقول لكم علاش الماكله ديال الهنود هي احسن ماكله في العالم، احسن حتى من المغرب، باش نكونوا واضحين. العاطفه ما كايناش في هادشي. المهم غادي نبداو باول حاجه في الاكل اللي هو النظافه. الهنود معروف عليهم بالنظافه، هادشي في التاريخ ديالهم، في الثقافه ديالهم. مستحيل الهندي يطيب لك شي حاجه فهمتيني بلا ما يغسل البلاصه فين كيطيب، بلا ما يغسل يديه، كيديروا الليكات. بزاف ديال الحوايج ايجابيين من ناحيه ديال الهيجين ولا من ناحيه ديال النظافه. من بعد النظافه كتجي واحد القضيه مهمه بزاف، اللي هي توازن الغذاء. يعني هاد الماكله اللي غيعطيها لنا الهندي، شنو الفوائد اللي غيكونوا فيه؟ اول حاجه، اكل جميل جدا يعني في المنظر، والمنظر راه كيعطي واحد الاشارات للدماغ بلي راه جاي شي حاجه زوينه، كيكون استفاده اكثر. ثاني حاجه الالياف، كما تعرفوا بلي الالياف مهمه للجهاز الهضمي، وباش تهضم خصك الالياف، خصوصا الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي. فالماكله ديال الهنود ماكله ممتازه جدا، وايضا هي مصدر جيد للبروتين، حيت الاكل الهندي كيشمل مجموعه متنوعه من الاطعمه الطازجه، يعني ماشي شي حاجه قديمه ولا شي لعيبه بحال هكا. اللحوم، خضروات، هي مصدر جيد للبروتين. وواحد القضيه اخرى، حتى الحلويات ديالهم حلويات زوينه ديال بصح، لانهم كيستخدموا فيها حوايج طبيعيين بحال المكسرات، العسل الحر، فهمتيني، حاجات طبيعيه. وواحد القضيه اخرى باش ما ننساها حتى هي غنزرب عليها دابا، هي الشاي ديالهم. الشاي الهندي يساعد في الهضم، وكيعتبر مفيد راحة نفسية، يحارب السكري. وقد ثبت علميا أن الشاي الهندي يعالج مرض السكري والسرطان، ويعالج أمراض نفسية جميعا بدون أي استثناء. تشرب الشاي الهندي، وهادشي راه كتخبي علينا الماسونية، كتقولنا هكا ماكلة الهنود خايبة وداك الشيء، باش ما تشوفش هاد الفوائد وتبقى تشردو حياتك كامل. هادشي علاش خصك تكون على بال، متبقاش تيق أي حاجة تشتيها إلى آخره. واحد القضية أخرى هي أن الهند بلد جد منظم. هادشي علاش غتلقى ديما البلايص فاش كيطيبوا الهنود بلايص زوينين، كلشي منظم، كل حاجه بلاصتها، فهمتيني. كاين ديك اللعبه بنان ما في الشارع تطياب وداكشي والكراوس، داكشي تيخليه الدول المتخلفه والى اخره. خلي المغرب الهنود شعب ذكي جدا، متقدم حضاريا ثقافيا، هارب علينا من سنوات ضوئيه باش ما بغيتي الاكل ديالو، الاقتصاد، فهمتيني. اي لعبه بغيتها الجنود ناضين علينا فيها. هادشي علاش مخطيق حتى شي حاجه. وبيكا بالهنود، ما تصنتوش الهضره ديال الناس اللي كيقولوا كملوا في داكشي اللي تديروا، الله يسهل عليكم. اما بالنسبه للمحساده اللي غادي ينتقدوا الفيديو، حتى اي فيديو كنديرو كينتقدوا، ما عرفت علاش. المهم هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. ما تنساوش لايك سبسكرايب كاع اللعيبات اللي كيقولوا من يوتيوب. نستناو الفيديو الجاي ان شاء الله، اللي غادي نهضروا فيه على شي ثقافه اخرى ولا شي بلان ولا اي حاجه كنهضر فيها، فهمتيني، ما عنديش فرانه.